وقد قبلها استهدف محافظة ريمة. نريد نوضح لكم النقطة هذه. احنا احترمنا مشايخنا اللي دخلوا في القضية هذه. لماذا سكت الضبيبي وجحاف بعد ما انا مكنت جهاز الامن والمخابرات الوثائق والادله والضحايا؟ ولا قد كان الضبيبي يقول لن اتركه، وحرم وطلق، والنائب العام شق لها وفرقوا لها الريمه 5 مليون سعودي ديتي. لو ما بنتكلم بدافع حق والله قد اكلتني الرباح. فاما سلمت الامن والمخابرات الملفات المثبته على الضبيبي وجحاف قالوا اخرس ولا نخس، بنزل نغطي وجهك 2 ثوار. وصاروا انا رحت معاهم. هل اعتذرت؟ هل بديت؟ هل تكلمت؟ وانا واثق ما بتكلم منه. فهؤلاء الأنذال الذي جندهم الآن أبو لغيث العطاب الملحي والصعدي بكشف حقيقتهم بالأدلة والبراهين، وأثبت لكم أن هؤلاء المطعونين. طبعا أنا كنت أعرف الأملحي ما يجلس إلا عند العماد وتبع حسن مناع، كنت أقول هذا استرزاق وحتى هو بذيء، لكن إنه يوصل إنه لهالدرجة والله ما كان عندي هذا المعلومة ولا أعرفها إلا تواصل بالوقائي أمانة العاصمة. قال احمد الله ما بيهاجمك إلا أرذل القوم. الصعدي هذا اللي كان مع سيدي طه وكان رفيق لطف القحوم وانحط قدر الله مع كاظم الساهر ويدخل في هذا الرذاله، مسكوه وحبسوا الشهر قسم آداب أمانة العاصمة، وكذلك الأملحي. فجندوهم الرخاص.